لما أقرأ حديث المعاتبة أنا لا أتحمله. لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فيقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت؟ يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني. من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغ الذنوب كعنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم؟ يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلال الله.